الدنيا كلها تغيرت والله العظيم. تخيل يجيك واحد يقول لك بعطيك عباية دي عباية تلبسها وتصير مخفي، يعني عباية شفافة تلبسها تصير مخفي، تمشي في الشارع، تدخل البنك، تسرق فلوس، ما حد يدري عنك، ما حد يشوفك. وناسة صح؟ بس حرام. انا لو تجيني ما نبي سارق فلوس، والله ما نبي سارق. بدخل عند الملك عبد الله، بدخل عنده هو ما يشوفني ولا يعرف، بجلس عنده يوم، يومين، 3 أيام، سنة، سنتين، بشوف كيف عايش، كيف ينام، كيف ياكل، كيف يرقد، كيف يروح الفراش، كيف عايش الملك. والله بجلس عنده سنة كاملة، وإذا طفشت بفسخ العباية وبروعه، بقول له سلم نفسك سلم نفسك سلم نفسك، أنا الحرامي أنا الحرامي أنا الحرامي. عاد بشوف بيرتاع بيخاف ولا لا. إن ارتاع بنحاش، إذا ما ارتاع وخاف بجلس معه وبسولف، بقول له كيف الحال وشلونك، عساك طيب وشلون ذولا. بس يا أخي في حركة يعني ايش اقول لكم، يعني تتكلم من دون تتكلم. ها انا الحين بتكلم من دون اتكلم، فهمت كيف؟ وشوف الحركة، انا الحركة توني مكتشفها جديدة. راقب معي. هلا يا عواد، شخورك شعلوك، عساك طيب، وينك من زمان وجيتنا ولا زرتنا، ايش دعوة انا ويانا هالحزة يا فلة صح. الحركة ذي تقدر تستفيد منها اشياء واجد. حركة تفيد، بس الناس ما فتحت عقولها، ما تدري، ما تعرف كيف تستخدم نفسها. الحركة هذه إذا سويتها عند أحد ونشاب لك قال علمني الحركة ومدري إيش كيف سويتها وكذا مدري إيش، قل له الحركة هذه حصرية عند نوفل وكذا، إذا تبي تعرفها روح عند نوفل كذا. فهمت كيف؟ الزبدة ما علينا. إشعار حلقوا عيال الذين، حلقوا الإشعار عيال الذين. جاي بدخل وقال لي ها تعال وين رايح؟ قلت ها تناديني؟ قال لي اناديك اجل من غيرك هنا يتنادى. قلت له آمر وش تبي؟ قال وش ذا الشكل الغلط؟ قلت له يا ولد الشيك خبل انت؟ قال انت شكلك كذا شو غلط. قلت الحين شكلي غلط يعني واقف عليك ادش يا اخي حياتي كلها غلط. قال لا تستهبل علينا لا تستهبل. قلت انا ما استهبل. قال لا تستهبل علينا، احنا الآية المعروف والنهي عن المنكر. قلت له نعم شيخ انا ما استهبلت. قال لا تستهبل اركب معنا خلنا نحلقك. قلت يا ولد اكسر الشر انت، هدي اعصابك. طيب هدي اعصابك. قال اقول لك اركب. قلت يا ولد اكسر الشر والله ماني براكب ولا بني، توكل على الله يا اخوي. شعر بكيفي يا اخوي، احرقه حلقه ويلي وش دخلك؟ قال انت شكلك تستهبل. قلت يا ولد استهبل ولا ما استهبل؟ افهمها مثل ما تبي. قال طيب. وينزلون، نزلوا دبوبه ونزل معهم شرطيان من الجمس، ناظروني كذا وناظرهم كذا وكذا. قالوا لي ما ودك تركب؟ قلت لهم الا والله ودي اركب بس خويكم ما فتح لي الباب. قالوا اجل اركب.
الزبدة اني ركبت وحلقوا لي شعري وهذا هو شعري، وهذه كل الحكاية. خابرين اللي يجونك في الحرم المكي، المكة المكرمة. صح مكة المكرمة فيها كاميرات متحركة، يعني كذا كاميرات متحركة، يعني المصلين يصلون كذا، وهم يصلون كذا والكاميرا هنا، اوكي الكاميرا هناك فوق، الكاميرا تقول كذا، يعني تيجي على المصلين وكذا، فالمصلين يصلون كذا، إذا جت الكاميرا عليه كذا يقول كذا. دايم اشوفهم، يعني السالفة غش، صلاتهم كذبية. يا رب لا تعاقبنا، في الحرم المكي يسوون كذا، لا حول ولا قوة الا بالله. انا الحمد لله اني ما احنا بساكنين في مكة، ولا تلقاني كل ما صليت وجيت البيت كفخوني اهلي. والله نكبة اذا اللي يصلون يلتفتون والكاميرات تصورهم على الهواء مباشرة. ودي اهلهم، ودي اعرف اهلهم وش يسوون فيهم اذا شافوهم يصلوا يتلفتون في الصلاة. يا اخي نكبة، لازم الكاميرات اللي في الحرم يشيلونها. وش فايدتها؟ ها؟ احس ما لها فايدة. الزبدة بكرة عيد، انا صايم الحين، واللي تسألوني تقول ليش ما نزلت مقاطع وكذا، الباسورد الرقم السري حق القناة حقتي ناسيه، ولا اقدر ادخلها، وتوني لاقيه قبل شوي، قبل امس من زمان. فسووا لي لايك سبسكرايب وذا، وتابعوني على تويتر، هذا الاكونت حقي على تويتر، وش اسمه، وبس تعالوا تابعوني على تويتر ونتعرف على بعض وذا. وشكرا لكم كلكم، وعيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.